أزف الله. حاليا أنا متواجد بإندونيسيا، اللي أثار الاستغراب ديالي هو هذه دولة يعني فيها مسلمين، ولكن فيها ديانات أخرى، فيها البوذيين، الهندوس، المسيحيين، يعني ديانات متعددة. واحد كمية ديال التعايش تحت ماذا؟ تحت الهوية الإندونيسية واللغة الإندونيسية، الشيء اللي ما عندناش في المغرب. ما عندناش تقبل الاختلاف، ما عندناش ناس كيحترموا الهوية الأصلية ديالهم. ناس اللي كانوا بحالي تا أنايا سابقا كانوا ضحايا ديال التعريب، اللي كابرين على كراهية الأمازيغ، كينعتوهم بسمية ديال الشلوح، القربوز. حتى في المقررات الدراسية اللي قرينا فيها في التسعينات، أمازيغ شلوح كيسكنوا في الكهوف في أعالي الجبال. وعنصرية اللي لاحظتها أنايا على مر هاد السنوات هذه، من نهار اكتشفنا هاد الكذبة الكبيرة ديال العروبة في أرض شمال إفريقيا، أرض الأمازيغ، رومنة التراث والتاريخ الأمازيغي وفينقته، ثم تعريبه اليوم يعني تحت ظل الدين الإسلامي، على أن العرب جاءونا من شبه الجزيرة، جابوا لنا فهمتي، جابوا لنا التريسينتي وجابوا لنا الحضارة وجابوا لنا المعمار. والدليل هو على أن المغاربة تبارك الله اليوم كنعيشوا كدولة متقدمة بين الأمم. المغربي اللي كيدافع على العروبة فاش كيمشي للخليج كيتعاملوا معاه كأنه خماس. يعني ليومنا هذا حتى الحضارة اللي بناوها جدودنا حنايا في الأندلس كيقول لك باللي نتوما كنتوا يعني واخا تكونوا كاع نتوما اصلا اللي بنيتوها، نتوما كنتوا غير عبيد وكنتوا غير كتبنيو للعرب داكشي اللي كيقولوا لكم كيوريوكم. كنشكروا هاد الناس هادو، وانا كنحيي من هاد المنبر هاد الناس هادو اللي كيحافظوا، وما محافظين على التخلف، على الجهل، ومخلين البلاد ديالنا غادا مستمره في الجهل والتجهيل واحتقار الذات. وطنيه غادا برجل وحده كيقول الحمد لله حنا مغاربه. تمشي تطلع لشي جبل، شي دوار، شي فيلاج، ما غاديش تقدر تواصل مع ناس اللي هما من دمك ومن عرقك ومن ثقافتك ومن تقاليدك، لانك انت كابر كتهضر الدارجه وتتناقض مع نفسك على انك مغربي وان وطنيتك كامله، وانت ما قادرش تواصل. هادشي شفنا هادشي في الزلزال، ايامات الزلزال شفنا مغاربه ما قادروش يتواصلوا مع امازيغ. يعني مغاربه اللي هما اصلهم امازيغ ما قادروش يتواصلوا مع امازيغ بسبب حزب الاستقلال، بسبب ناس اللي عوجوا لينا المسار ديال الوطن ديالنا على اساس قال لك حكا نتوما امازيغ، كل بلاصه كتهضر بلهجه مختلفه، فدرنا لكم هاد التخربيقات الزربيقه وكذبنا عليكم ونقريوكم في المدارس على انكم نتوما عرب. شي جا من العراق، شي جا بحال واحد المدون قال لك سيدي هو من الرشيديه، قال لك سيدي هو القبائل ديالهم جاوا من الصباح من الكويت، عائله الصباح من الكويت. دابا هذا كيفاش غتناقش معاه؟ هذا كيفاش غتفاهم معاه؟ هضرنا بالادله، هضرنا بالتاريخ، هضرنا بالحضاره، هضرنا بالثقافه، قلنا لكم اودي راه ما كاينش تشابه بيناتنا وبين العرب في الجزيره العربيه، ما كاينش غرام ديال التشابه. جبنا لكم فحص ديال الدي ان اي، تحاليل ديال الدي ان اي، بديتو كتشكوا كتقولوا السلاله الامويه والابويه، مشينا حتى هي درنا دين نجدبوها درناها ولقينا راسنا امازيغيه هي يعني العرق المسيطر، يعني الاغلبيه العرق المسيطر علينا هو التمازيغت. فين باغيين توصلوا بهذا التعنت؟ باغيين تكونوا عرب بصحه. اقسم لك يمينا الى انت ايها المغربي ولا المغربيه غاتمشيو لهاد الجزيره العربيه، وهذا موضوع غنهضر فيه من بعد. غادي تعرفوا الحقيقه، غادي تفهموا الحقيقه. مقيم وافد ما عندكش حقوق، ما غتاخد تما حتى شي لعبه. حتى هذوك المغربيات اللي كيتزوجوا بالخليجيين كيمشيو تما كيعطيوهم الباسبور بشرط انها تولد معاه، وداك الباسبور كيكون بالرقم ديال الاقامه ديالها، يعني مصنفه على ان واخا خدات الجنسيه راها
من اصل مغربي ولا من جزائري كيكون سيري نمبر واحد الرقم ديالها انه واخا عندك الجنسيه راه كيبقى مغربي، يعني السيد يعني مواطنه من الدرجه الثالثه ولا الرابعه. واش غنقول لكم، كنتاسفوا اننا كنجيو بلدان بعاد علينا وفيهم الاسلام ولكن محافظين على الهويه ديالهم والتاريخ ديالهم والثقافه ديالهم، ناس كيعتزوا باللغه ديالهم. اللغه الاندونيسيه من اصعب اللغات ومع ذلك معتزين بها ومحافظين عليها وكيهضروا بلونجلي. السياحه عندهم فرقعه والبلاد غادا كتقدم واخا ببطء ولكن كتقدم، وما عندهمش حتى هيماجيت، ما عندهمش حتى هيماجيت. حتى هيماجيت عندها علاقه وطيده بمساله الهويه. يعني انا ما نظنش ان مستحيل غنلقى اندونيسي كيسب كيعاير اندونيسي بحال الشكل اللي كاين في المغرب، انت الشلح انت القربوز. وهاد العنصريه كاينه هاد العنصريه كاينه، وتبا لكل شكل من هاد الاشكال اللي كتعاير كتعاير الامازيغ بالشلوح وكيحتقروا هاد المسكين. داك مول الحانوت اللي كنتحدى اي واحد يدوز على اي مول حانوت في المغرب ويمشي يقلب دوك الدفاتر ديال الكريديات ويشوف شحال ديال الكريديات مسكين كيعطيو هذوك صحاب الحوانت كيتعاونوا مع الناس اللي هما كيحسب لهم انهم جايين من اليمن وجايين من السعوديه. يعني داك العطاء وداك الكرم وداك التآخي وداك التآزر اللي كاين في امازيغ. دوزو بخير ازول في اللون.